السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الأسبوع التاسع من مادة ال ICT بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. طبعا الأسئلة بتيجي عبارة عن true or false. فأول سؤال خلينا نقراه. Paint program is one of the famous programs used in editing images. يعني برنامج الرسام هو واحد من أشهر البرامج المستخدمة في تحرير الصور. طبعا الإجابة صحيحة. Microsoft PowerPoint used to create presentations that include text and special effects. يعني برنامج الباوربوينت طبعا يا ولاد احنا اخدناه قبل كده، بيعمل عرض للشرايح وبيكون متضمن تكست يعني نص وتأثيرات. برضو الإجابة هتكون صحيحة. بعد كده السكند تيست بيقول مايكروسوفت Paint allow design image and save it. مايكروسوفت برنامج الرسام بيسمح بتصميم الصورة وحفظها. صح، إجابة صحيحة. The slide is a presentation page that contain text and images. يعني الشريحة في برنامج البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت بتتضمن نص وصور. برضو إجابة صحيحة. نيجي بعد كده للثيرد تيست. The toolbox أو اللي هو شريط الأدوات include all tools that you need to make your drawing. بتحتوي على كل الأدوات اللي ممكن تحتاجها في الرسم. الإجابة صحيحة. Microsoft PowerPoint allow you to insert new slide to your presentation. برنامج الباوربوينت بيسمح بان احنا نحط او نضع سلايد في العرض بتاعنا. دلوقتي هسيب لكم الاجابات. طبعا اخر سؤال اجابته صحيحة، وكلها بتدور حوالين موضوعين او موضوع واحد تقريبا، هو برنامج الرسام وبرنامج الباوربوينت. بعد كده بنيجي للكلاس ايفالويشن او الاداء الصفي، وبيقول make a presentation of one slide to one of your chosen subjects. يعني هتختار موضوع وتعمل سلايد واحدة على برنامج البرزنتيشن او الباوربوينت برزنتيشن، وده طبعا بنعمله في معمل المدرسة او ممكن نجرب في البيت. بعد كده الهومورك بيقول the space program is one of famous program in editing image. طبعا قلنا اكتر حاجة بتعمل تحرير للصور هو البينت برنامج الرسام. طبعا جايب لي حاجات تانية لا مش معانا. اخر سؤال بيقول the space program to create presentation that include text and special effects. لسه قايلين ان برنامج الباوربوينت هو اللي بيعمل كده، بيسمح بان احنا نتضمن نص ونتضمن محركات او تأثيرات على الصور بتاعتنا. بكده يا ولاد نكون خلصنا التقييم التاسع، واتمنى ان انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناة.